حققت المعمرة الجزائرية المدعوة صرهودة والتي تنحدر من ولاية تبسة حلمها بأداء مناسك الحج في عمر 130 عام. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للحجة التي هي من مواليد سنة 1894 أثناء استقبالها في البقاع المقدسة بمكة المكرمة، هذه التي خطفت الأنظار بسبب روحها الجميلة والمليئة بالإيمان ولسانها الذي يردد الدعاء لوطنها ولأبناء بلدها. وتحصلت الحاجة صرهودة على الحجة كهدية من السلطات السعودية، حيث عبرت عن فرحتها الكبيرة بها، مؤكدة أنها كانت تحلم بها طوال عمرها.